ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بعد ما عملت فيديو ويجز والحمد لله يعني عجب الناس، حابب اشكر كل الناس اللي كتبوا لي كومنتات حلوه فوق راسي والله العظيم يا شباب. المشاركه بتاعتكم بصراحه فرحتني، الكومنتات بصراحه كانت جميله يعني الحمد لله. فيديو النهارده بيتكلم عن هو ليه ابي يوسف مش بيجيب فيوهات زي باقي الرابرز، مع ان هو المفروض الناس القديمه اصلا اللي بتغني راب. ليه هو مش بيجيب فيوهات زي مثلا ويجز ومروان موسى ومروان بابلو والناس دي؟ لو جيت كده تفكر لها شويه او جيت بحثت يعني او انت مهتم بالراب، هتعرف ان ابي يوسف هو اجمد رابر في مصر. فعليا هو فعلا اجمد رابر في مصر، الكلام ده مش كلامي، رابرز التانيين هم قالوا كده، هم اللي قالوا مش انا. يوسف الطاي احسن رابر في مصر، سواء شئت معلش بس سواء شئت ام ابيت، سواء عجبك او مش عجبك، ابي يوسف احسن رابر في مصر. مش عارف ليه، ده تقصير منك انت شخصيا، يعني انت مش عارف ليه الراجل ده جامد، دي مشكلتك انت مش مشكلتي ومش مشكلته. وهو ده رايي برضه، يعني ان هو بصراحه لا، هو فعلا اجمد رابر في مصر. بس ايه يعني الموضوع مش عارف انا مش بحب العفياجه، اللي هو ايه، اقل سؤال هتساله لي هتقول لي ازاي اجمد رابر في مصر ومش بيجيب فيوهات. بص يا اسطى، ابي يوسف اول تراك شهره هو كان تراك اسمه مش هقدر حد، كان عامله مع شعبان عبد الرحيم. اعمل لي مصلحة، اعمل لك مصلحة، تجيب لي مرة ساعة اجيب لك مروحة. ودي كانت اول هيتاته، يعني دي اول هيت لابي يوسف، مع انه بيغني من 2014. دي اول اغنيه تتشهر واول اغنيه تطلع هيت ليه. وبعد تراك مش هقدر حد، هو بقى يا اسطى ابي يوسف يعني ما كانش فيه غيره، من الكينج بتاع السين واكتر رابر بيجيب فيوهات، وهو يعني كان نمبر 1 من الاخر. يعني عايز اقول لك ان هو في الفتره دي من كتر ما هو كان جامد، قال ان هو هينزل تراكات هيهزر فيها، يعني مش هيقول حاجه، هيقول هبل، وهيجيب فيوهات برضه. عارف انت زي ايه لما واحد يحط نقطه في بوست وتجيب رياكتات، اللي هو حرفيا هو ما بيعملش حاجه، هو طالع يهزر. زي مثلا اغنيه تخنت جامد، اكيد ده بيهزر، واحد طالع يقول ان هو تخن. تخنت جامد الفترة اللي فاتت، قلت له خدني صورة فشفت الصورة قمت قافش. نخس بس 10 كيلو هنبقى جامدين، بقيت قد الاقليم. الله طب ما تسمعنا دولة كده اهو. ايه رايك اسمع لك؟ ماشي يلا. شعشع دربين دعدر بعدر شعشع دربين دون انت. قول واحدة تانية الله. وفعلا هو لما كان بينزل التراكات اللي هي الهزار دي كان بيجيب فيوهات، يعني الكلام ده كان حقيقي فعلا، وهو اوريدي عمل فيوهات كتير. اقول لك بقى ليه ابي يوسف اقل واحد بيجيب فيوهات من باقي الرابرز التانيين، وليه الناس بتقول ان هو اجمد رابر في مصر. ده درس في الشرف، ضيعت الفانز بالقرف، بوظت اسمك سبتك فكملت غرز في الخرا. ابي يوسف بيهتم بشكل الكتابه مش بس معنى الكلام، ان انت ممكن تحس ان هو مدرس لغه، فاهم يعني هو مدرس لغه عربيه مش واحد بيراب. وهو على فكره طلع وقال ان هو علم الرابرز اللي هم الجداد اللي كانوا طالعين ازاي يكتبوا صح. قبل ما هو كان يبقى غني او كده ما كانش في حد في الراب بيكتب صح. انا كان دوري من وجهة نظري ان انا اديت الرابرز مثال للكتابة الصح، ومش بغرور بس قبليه ما كانش في كتابة صح قوي ككتابة على مستوى الكتابة. وعنده بقى السنس في الكتابه اللي هي ايه، ابي يوسف بيعمل ايقاع موسيقي من الكتابه. يعني ايه، يعني هو مش بيحط بيت مثلا او مثلا مش بيغني بفلو تمشي الكتابه معاه، لا ده الكتابه ذات نفسها اللي هو بيكتبها بتبقى هي ذات نفسها ايقاع موسيقي. هشرح لك الموضوع. يعني هو بيستخدم كذا قافيه متنوعه ومختلفه في نفس الجمله في نفس البار بطريقه مفيش حد في مصر بيعملها، يعني الموضوع ده منتهي. تعالى مثلا اوريك. كاتم نفسكم نتفهم، طب اسكت مش ساكت بدهسكم اسمي بين قوسين وبنتسابق على الاسهم. فاهم؟ بص، نفسكم اسكت بدهسكم اسهم حرف السين اتكرر كام مره في الجمله في البار، يعني يعتبر اساسا كل الكلمات فيها سين. فانت لما تيجي تسمعها هتسمعها بشكل جامد، فاهم اللي هو انت هتسمع البار هتسمعه كده سلس قوي على ودنك، فاهم. بص هنا طبعا عشان اوريك الفكره اللي انا بقول لك عليها. فقط ضرب رقم بالمطرقه ارتقى المستوى الفندقه والهوا في اللقب. بص حرف القاف اتكرر كام مره وعرف يحطه في كام كلمه ورا بعض. وعلى فكره التراك ده من 5 سنين وفي حاجات كتير تانية انا ما ذكرتهاش، يعني انا قلت لك بس القافيه. تعال نشوف معاني بارات هو قالها. ما تقارنش البط بالطور، ده قطم بالدور. ابي يوسف خد فكره البار قصه كده كانت للبط والطور، وهشرحها لك كده بشكل سريع قوي. يعني ان هو الطور ده على القمه والبطه نفسها تطلع للقمه. الطور قال لها ان هو هيرمي، يعني سوري في الكلمه، فضلاته وهي هتطلع عليها كل يوم، هيرمي فضلات منه وهي تطلع عليها. ويوم ورا التاني بقى البطه وصلت للقمه عن طريق ان هي طلعت على الفضلات اللي هي بتاعت الطور وكده، وفي الاخر الصياد اصطادها. فهو من الاخر يعني بيقول ان انت ما تقارنش نفسك بيه، اللي هو ايه، ما تقارنش البط بالطور اللي هو الطور وانت ما تقارنش نفسك بقى بيه، فاهم. بار صغير قد ايه، هو شايف شايل معنى قد ايه. الشمس بتحوجني للظل فبحرق الشجر، خدها مش شخصيا دي التجربة، تبقى معايا بوشين زي الشريط بقلبك. مفيش حد في مصر بيعمل ده في الراب، ومفيش حد بيعرف يكتب كده، ومفيش حد بيعرف يجيب التشبيهات دي. اقسم بالله انا مش بتعافى، بس مفيش حد يا اسطى عميق بالدرجه دي في الكتابه. وده رايي، ممكن انت تكون شايف حاجه تانية عادي، يعني مفيش مشكله، فاهم. دي وجهه نظري، فعادي ممكن تتفق معاها وممكن لا. ولو بقى انا قلت لك الموضوع يطول شرحه، يعني فكره ان انا اقول لك ليه ابي يوسف اجمد رابر في مصر، الموضوع مش هيتلخص لك في بوينتين، فاهم. هو لا، الموضوع اطول من كده بكتير. يعني تيجي بقى يا عمنا تقول لي سؤال جميل جدا، ولو انت مركز معايا من اول الفيديو كنت
هتساله، وانا عارف ان انت مش مركز معايا، وركز معايا. واقف في الطابور وبتهرط في راسك يا وغد. هتقول لي يا عم عبد الله لالا ازاي الحاجات اللي انت قلتها دي اللي تخليه ما يجيبش فيديوهات؟ دي المفروض اللي تخليه يجيب فيديوهات. اقول لك ان اصلا هي دي المشكله، والمشكله يا اسطى في ان الحاجات دي بتبقى صعبه على الودن، بتبقى صعبه على المستمع العادي. يعني مش بكلمك كواحد بتسمع راب او كده، لو انت بتسمع راب تمام الكلام ده كله جامد قوي بالنسبه لك وهتفهمه وهتركز فيه والكلام ده، بس انا بكلمك كناس عاديه اللي هي مش بتركز بقى ده راب ولا ده شعبي، يعني بيسمعوا كله فاهم، او مش مهتمين قوي بحته الراب. الناس اللي مش مهتمه قوي بحته الراب لو الاغنيه دي حلوه خلاص هسمعها. الناس دي مش هتركز في المواضيع دي، الناس دي مش هتركز في الرايمز، الناس دي مش هتركز في الدبل مينينج. الناس عايزه اغاني سهله وبسيطه وفرايحي، فاهم قصدي؟ وهو على فكره قال كده وطلع قال كده بنفسه، انه هو اساسا بدا ياخد باله، يعني هو بدا ياخد باله وطلع قال كده بنفسه ان هو في البوم هينزله والاغاني اللي فيه اغاني سهله وبسيطه على الودن، فاهم؟ لان دي الحاجات اللي بتجيب فيوهات. ألبوم بس هو هينزل سنة دي، فاهم حاجة؟ وهينزل بقى الأغاني كلها تعتبر خفيفة أو بسيطة أو تعتبر فرايحي أكتر من الفترة اللي فاتت. حلو قوي يا اسطى، خلاص خلصنا حته الكتابه، وهي مش حته الكتابه بس، يعني في حاجات تانية برضه. ابي يوسف يا اسطى مش بيهتم بالحته الفنيه زي الفيديو كليب. الفيديو كليب بتاع يوسف اللي هو انت دلوقتي انت في منافسه جامده قوي، كله بيحاول يعمل فيديوهات كليب بره مصر شبه اللي هي بقى ترافيس سكوت والكلام ده، فانت بتكلمني ان في تنافس جامد فاهم. فيوم ابي يوسف عامل ايه بقى؟ نازل عامل لك تراك تحت بيته، ليه مش مهتم بالحته دي بقى؟ ليه ما انت بتعمل فيديوهات كليب حلوه؟ بص مثلا يا اسطى ابي يوسف عامل اغنيه اسمها 10 عاملها يا اسطى في مشتل تقريبا او وشويه شجر جنبه، فين يا اسطى الفيديو كليب؟ عايز اشوف مثلا غابه، عايز اشوف فري، حاجه زي تسلا مثلا مروان موسى. الناس دلوقتي بقت عايزه ده، وكل الناس دلوقتي بتهتم بالفيديو كليب، فهو مش بيهتم بيها قوي، ودي مشكله. وحته برضه يا اسطى الارت ورك اللي هي بتاعت الاغاني بتاعت التراكات بتاعته، هو بطل يهتم خالص بحته ان يحط صوره او يعمل ارت ورك او الكلام ده، هو بقى بينزل صور عاديه. بص مثلا هو هنا حاطط صوره ليل بابا اللي هو ايه ده يا اسطى فاهم. بص هنا مثلا حاطط صوره نمر، جلد النمر، مش فاهم ايه ده برضه. بص هنا مثلا حاطط صوره من الفيديو كليب ذات نفسه، يعني هو ما عملش صوره فاهم. هو زمان بقى كان بيهتم بالموضوع ده. يعني بص مثلا بص الصوره يا اسطى، انت محتاج تركز قوي عشان تفهم، ممكن اسيبك شويه فاهم اول ما تفهم، اللي هو اقول لك ركز يا اسطى الصوره دي ليها معنى. ده فندق اسمه سمير قميص، وهو اختار الصوره دي يا اسطى عشان اسم الفندق عامل وورد بلاي مع اسم التراك اللي هو سمير قميص. صحاب مكان فما بندفعش لما بنكسر، دخلت الاستوديو رجعت على الميكسر. كرياتيف فشخ اقسم بالله، ده انت دماغك في حته اقسم بالله مفيش حد، يعني صعب قوي ان حد يفكر فيها. ايه ده ايه الارت ورك ده؟ مش فاهم حاجه. في حاجه تانية بقى، انا عايز اقول لك ان كل ده هو راي شخصي فاهم، يعني ده كله اللي انا هقوله ده راي شخصي، فلو انت مش مقتنع بيه عادي. ابي يوسف عنده مشكله ان هو مش كاريزما. انا هغلط دلوقتي شكلي الناس بتحب تتاثر دايما بالارتست اللي بيغني فاهم. خلص كل ديوني ما تحاسبنيش طول ما ربنا سايبنا عيش، وده بيخلق حاله ما بينه وبين المستمع، يعني بين المستمع والمغني في حاله بتحصل. ابي يوسف مش بيهتم قوي بالحته دي، هو عادي. واثباتا لكلامي ان من كتر ما هو مش مهتم بالموضوع، ابي يوسف قبل كده راح حفله بشبشب. انت متخيل يا اسطى؟ يعني تخيل انه راح حفله بشبشب، مش مهتم نهائي بالموضوع ده، فاللي هو صباح الفل يعني، ولا في دماغه الكلام ده هو. ونيجي بقى يا اسطى للحته اللي هي المهمه، لان دي اللي حصلت بقى مؤخرا. ابي يوسف يا اسطى دخل بفات مع ناس كتير قوي، فهو تلقائي لما يخش بفات مع ناس كتير هو بيخسر فانز. يعني هو مثلا دخل بيف مع ويجز فخسر مثلا شويه من الناس اللي هي بتحب ويجز قوي فاهم، مش هتكون عايز ان ويجز يتشتم مثلا، فهو خسر الناس دي. مثلا عمل بيف مع مروان موسى، كل الناس اللي بتحب مروان موسى او مش كلهم اغلبهم يعني مثلا هتتضايق منه. الناس مثلا اللي بتسمع عفروت، الناس اللي بتسمع الجوكر، وده على فكره انا شايفه غلط. يعني هو عموما ده غلط فاهم، انا ما بقولش ان ده صح، هو ده غلط 100%. انت المفروض تسمع كله قشطه، يعني ده الموضوع ده كله راب جيم فاهم. وعلى فكره اصلا هو قال ان هو بيخش بيفات دي كنوع من الدعايه فاهم، والفلوس مش اكتر. يعني هو مش بيكره حد من دول، وهو قال كده بنفسه. انا كيوسف انا ما عنديش مشاكل مع حد، لو انت رابر وبتنكشني وانا رديت عليك يبقى انا غالبا ما عنديش مشكله شخصيه معاك، بالذات في حاله ويجز. انا دايما بحب اسمع اغانيه جدا، فاصلا بيدسني فمش فير بيدسني، فانا قررت قرار بسيط قوي. هو لما يعمل على حسابي حاجه، ما انت بتعمل فلوس على حسابي، انت بتنزل ترند عشان التراك ده فيه ديس وبتاع مش عارف ايه، تمام انا هعمل انا كمان واحد زي تراكك، واليوم ده انت تاكل وانا اكل بس وتمام. البيفات دي كتير قوي يا اسطى، وهي كمان استنزفت ابيو فاهم، يعني خليته مركز اكتر في ان هو يخش بيف عن انه ينزل تراكات عاديه ويهتم بقى زي ما قلت لك بالفيديو كليب والارت ورك والكلام ده كله فاهم. وبرده يا اسطى ابو يوسف بيحب التيم بتاعه قوي، ودي يعني هي مش غلط، بس هو الفكره ان هو حصر نفسه قوي يا اسطى مع ابو الانوار وليل بابا، وده تلقائيا بيخلق نوع من الملل، اللي هو ايه، اللي هو
هو انا ليه ما اسمعش ابو يوسف مثلا بيغني على بيت لمولوتوف او توتي؟ هو ماسك في ليل بابا واسماعيل نصرت بطريقه يعني هو خلاص يا اسطى عايز اسمع حد تاني. نيجي مثلا نشوف ويجز تنوع كبير وبيجرب ناس كتيره. ويجز مثلا عمل تراكات يا مع مولوتوف وتوتي وإذا منتصر وآش. بص مثلا تيجي مثلا للفيتشرز معظمهم مع ابو الانوار، وده برضو بيخلق حاله من ملل. ما اسمعش ابو يوسف غير مع ابو الانوار ليه؟ مثلا تيجي تشوف مروان موسى عمل فيتشر مع فروتو والضبعه ورعا وراندر ستورمي، ففي تنوع. انا مش بنتقد والله يا جماعه، بس انا بفهمك هو ليه ما بيجيبش فيديوهات كتير، فهو ده انا بفهمك يعني مش اكتر. وبرضو اهم بقى حاجه في الموضوع ده كله ان هو كل ما بيزعل بيمسح كل تراكات. ليه يا اسطى؟ ليه تمسح التراكات؟ طب ما هو انا لو فان جديد مثلا سمعت اغنيه حبيتها فشخ وداخل بقى اسمع بقى الاقي 27 تراك عندك في اليوتيوب، انت ايه يا اسطى؟ واحد عامل 600 تراك خش لعد 27 تراك. ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ ليه يعني؟ انت ليه بتمسح؟ ما تسيبهم، ايه علاقتهم بالموضوع ده؟ زائد بقى ان انا عايز اقول لك تراك مثلا زي سمير قميص، عزرائيل، مش هقدر حد، باشا اعتمد، التراكات دي لو كانت لسه موجوده انت كنت هتشوف فيديوهات معديه من ملايين. كل الكلام ده اتمسح، فكل الكلام ده مش موجود. ودي كانت وجهه نظري يعني يا شباب، ما يا ريت ما حدش يزعل مني. بس ولغايه هنا يكون الفيديو انتهى. ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب وتدعمني يعني. ولو انت عايز نعمل فيديو على حد تاني، هو مش شرط راب، اللي هو ايه، مغني، ممثل، فيلم، اي حاجه عموما، اكتبها لي في الكومنتات وانا هبص كده، نسبه كبيره يعني هعمل عليها عادي. كان معاك عبد الله، سلام.